السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم. معانا حضراتكم لوحتين تحكم خارجين شحن ان شاء الله. طبعا حضراتكم جميع لوحات التحكم اللي بيتم تصنيعها في المؤسسه هي لوحات تحكم شغاله معانا اوتوماتيك بالكامل. يعني اللوحه شغاله مع حضرتك صيف وشتاء، تدفئه وتبريد وتهويه ورطوبه اوتوماتيك. شغلنا كله بفضل الله بنعتمد ان هو يكون اوتوماتيك، مفيش حاجه فيه مانوال نهائي. معانا حضراتكم لوحتين تحكم خارجين شحن ان شاء الله. اللوحه الاولى حضراتكم راكب على ترموستات فوكس كوري لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه، وتايمر تاني حضراتكم شغال للفانات. وطبعا اللوحه حضراتكم فيها ترموستات رطوبه، ترموستات اس تي سي 28 30، ترموستات درجه اولى شغاله مع حضراتكم رطوبه. هنشوف حضراتكم اللوحه من الداخل. هنا طبعا حضراتكم اللوحه فيها 6 كوندكتور، كوندكتور للدفايه، كوندكتور للشفاط رقم واحد، كوندكتور للشفاط رقم اتنين، وكوندكتور لخلايا التبريد، وكوندكتور للفانات، واخر حاجه معانا كوندكتور للرطوبه. هنا طبعا حضراتكم المفتاح الكهرباء العموم مفتاح ثنائي 40 امبير. وطبعا زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه لطريقه التوصيل بتكون سهله جدا. اول حاجه من على اليمين توصيل الدفايه، توصيل شفاط رقم واحد، توصيل شفاط رقم اتنين، توصيل خلايا التبريد، وتوصيل الفانات، واخر حاجه معانا توصيل الرطوبه. طبعا عند حضراتكم اللوحه اللي زي كده شغاله معانا صيف وشتاء، تهويه وتبريد وتدفئه ورطوبه اوتوماتيك. يعني مش هتحتاج ان حضرتك تعدل في اللوحه مره ثانيه ولا اي حاجه. اللوحه الثانيه حضراتكم برده راكب على ترموستات فوكس كوري لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه، وتايمر تاني حضراتكم شغال على خلايا التبريد. التايمر حضراتكم بياخد امر من الترموستات، والتايمر يدي الامر زي ما احنا ظابطين بالنسبه لخلايا التبريد، غاطس خلايا التبريد زي ما احنا ظابطين التايمر. افضل وقت تظبط عليه التايمر حضراتكم بالنسبه لخلايا التبريد دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. وتايمر ثالث حضراتكم ده شغال للفانات. هنشوف حضراتكم اللوحه من الداخل. طبعا اللوحه هنا معانا 5 كوندكتور لان اللوحه طبعا ما فيهاش رطوبه. كوندكتور للدفايه، كوندكتور للشفاط رقم واحد، كوندكتور للشفاط رقم اتنين، كوندكتور لخلايا التبريد، واخر حاجه معانا كوندكتور فانات. هنا طبعا حضراتكم مفتاح الثنائي، مفتاح برضو ثنائي 40 امبير. وطريقه التوصيل زي ما واضح امام حضراتكم الدفايه شفاط واحد شفاط اتنين وخلايا التبريد والفانات. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. من على اللوكيشن بتبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك بتظهر لحضرتك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.